واحد بيقول لي يا مطبع، فشرة عينك أكون مطبع؟ لا، لا، عيب تقول حكى. خلي عندك فكر. أنا ما بنقال عني مطبع. أنا الذي يمنعني أزور القدس الألسنة التي لا تفهم أن زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى فرق بينه وبين التطبيع. حبيب التطبيع، مشان تفهم تطبيع، اللي بروح على شواطئ يافا وحيفا وبتزلط، هذا المطبع. المطبع يا حبيبي الله يرضى عليك، اللي بيقومش على صلاة الفجر لأنه زي اليهودي. المطبع اللي بيحكي على المشايخ وعلى العلماء. المطبع اللي ماكل ربا، هاي المطبع. وبعدين انت بدك تزيد المطبعين وتنقصهم. انت بدك تزيدهم وتنقصهم، عيب هذا الكلام، لا عيب يطلع منك. يعني انا لا ارضاها الك، مش الي، لأن بعرف نفسي. لكن لا أرضاها إلك، إنك مش عارف مين معك ومين عليك. أنت صار فيك زي أخلاق بني إسرائيل. هذا يعني الكلام للكل مش لواحد. سيدنا موسى لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد رجلان يقتتلان، واحد من جماعته وواحد من عدوه من الفراعنة. ففزع على جماعته، ضربه فوكزه موسى فقضى عليه. ثاني يوم رد مرة ثانية، لقاه بتهاوش مع واحد ثاني. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هذا قرابة سيدنا موسى مش عارف مين معاه ومين عليه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ راح فضح السر، لأنه مش فهمان مين معاه ومين عليه. سيدنا موسى بده يساعده على هذاك، بس مخ ما عنده، فظن أنه سيدنا موسى يريد أن يبطش به، راح أفشى السر. كثير من الناس والله مو عارف مين معاه ومين عليه. سمعت الناس